اهلا بيكم. ليه اشتريت السهم ده رغم ان هو نزل 50%؟ وليه اشتريته وهو بينزل؟ وليه بعد ما اشتريته بدأ يعكس اتجاهه وبدأ يطلع؟ ولا الموضوع ليس له اي علاقة بالتحليل الفني. ولو انت ما تعرفش ايه التحليل الفني بسرعة كده، الناس اللي بتبص على الشارتات والرسومات وتقول لك حركة السهم كذا فبالتالي هو رايح كذا، ده انا ما بستخدموش خالص. طيب، ايه اللي حصل؟ قبل بس ما ابدا عايز افكرك ان احنا غيرنا رقم الواتساب بتاع التواصل، ورقم الواتساب دايما هتلاقيه في الصفحه الرئيسيه في القناه موجود، بحيث لو غيرنا الرقم لاي سبب يفضل دايما عندك الرابط مكانه ثابت وتعرف توصل لنا بمنتهى البساطه لو عندك سؤال او عايز تستفسر عن برامجنا التعليميه سواء في البورصه المصريه البورصه الامريكيه او عايز تتعلم اي حاجه ليها علاقه بالبورصه. السهم ده واحده من اكبر الشركات بتاعه التامين الصحي وبتاعه الهيلث كير في امريكا، في البورصه الامريكيه. وحتى لو انت مش في البورصه الامريكيه، في دروس مهمه جدا ان انت تتعلمها هنا. بدا يحصل للسهم بعض المشاكل، منها بقى مشاكل ليها علاقه بالسي اي او اللي هي الاداره بتاعت الشركه، منها ان السي اي او اتغير، منها ان السي اي او حصلت له حادثه اغتيال. تخيل ان انت سي اي او بتاع شركه اغتال والقصه قلبت الدنيا. ومنها ان الشركه بدات تقول لك الارباح المستقبليه احنا مش متاكدين منها، لان بره في حاجه اسمها جايدنس. دايما اي شركه بتيجي تنزل الربح بتاعها الربع سنه وتقول لك الارباح بتاعتنا كده، والجايدنس بتاعتنا الفتره الجايه احنا شايفين كذا. فهم سحبوا الجايدنس كمان، قال لك احنا مش عارفين احنا داخلين على ايه من الاخر بقى. ودي حاجه كبيره جدا 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 في السوق الامريكي. وفي نفس الوقت شوف بقى، مع كل المشاكل دي طلع كمان ان في واحده من الادارات الامريكيه بتحقق في الشركه دي ان في مال براكتسز، او في من غير ما نخش في تفاصيل، نوع من انواع الحاجات اللي حصلت في الشركه مش مظبوطه، فبالتالي الشركه محتاجه انها يتراجع وراها وممكن تدفع غرامه. بص كل الكركبه دي، السهم نزل النص، نزل من $600 ل $300. فانا بدات افكر ان دي نقطه جيده للشراء لحد ما وصل 250، وعند ال 250 و 260 انا بدات اشتري كمان. انا عند 300 كنت شايف انها نقطه شراء طبعا، نزل ال 250 دي نقطه شراء افضل. وده بقى اللي يعلمك ان انت موضوع ان انا لا اشتري سهم واعمل ستوب لوس ان هو اول ما ينزل اقوم بايعه، دي من الحاجات اللي ممكن تضيعك، لان هو السهم اصلا بالسعر ده كويس، نزل اكتر سعره بقى احسن، ولو كان نزل اكتر كان سعره بقى احسن. فانا اشتريت كمان عند ال 250 او ال 260 ورد لحد 310. ليه بقى رد؟ عشان التحليل الفني؟ لا، رد عشان وارن بافيت المستثمر اللي هو العالمي اعلن ان هو اشترى عدد كبير من الاسهم في الشركه دي بالسعر ده. فطبعا الناس بدات تفهم ايه ده اكيد السهم اندر فاليو، ده اكيد السهم تحت قيمته. فالسهم قام ناطط لحد 310، وهو ما زال النهارده نازل النص، وهو ما زال النهارده. انا شايف ان السهم ده هيرد رده كبيره جدا في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب، الخلاصه ان انا اشتريت سهم وهو بينزل علشان انا شفت ان هو اندر فاليود، وعلشان انا شفت ان الاسباب اللي حصلت له هي اسباب ان شاء الله مؤقته مش هتطول. هي مشاكل كبيره جدا لكن هي مؤقته، مش هتاثر على مستقبل الشركه. الشركه نفسها شركه كبيره، شركه ضخمه، حجمها قيمتها السوقيه ضخمه جدا، شركه بتعمل ارباح، شركه ارباحها ماشيه كويس جدا، كل حاجه ماشيه كويس لحد المشاكل الكعبله اللي حصلت في الاخر اللي هي مؤقته. قارن ده بشركه ادوبي اللي اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات، اللي قلت لكم انها عندها مشاكل ليها علاقه بالكومبيتيشن، فما اشتريهاش رغم انها نازله النص برضه. مش معنى كده انها مش هترد، لكن شرحت لكم الكلام ده في الفيديو اللي فات، مش عايز اقعد اعيد وازيد. الخلاصه يا جماعه، في طرق كتيره للاستثمار، ان انت تشتري سهم بعد ما ينزل، وفي طرق ان انت تشتري سهم بعد ما يطلع لان انت عارف انه هيطلع اكتر. في حاجات كتيره جدا لو اتعلمتها صح هتعرف ان شاء الله تخش البورصه وتطلع فاهم كويس قوي بتعمل ايه. لو عايز تتعلم بورصه صح، لو عندك اي سؤال في البورصه، عندك رقم واتساب ابعت لنا عليه، هتلاقيه في الصفحه الرئيسيه في القناه. شكرا.